خير ما نبدأ به أن نقف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح شهدائنا. منصة القاهرة كل هذه المسارات والتسويات كانت هشة وعرضة للنقد كونها تنبع بالدرجة الأولى والأساسية من تفاهمات ثنائية أو ثلاثية للدول الضامنة، ولا تستند إلى أرضية قوية تتمثل بتسوية سياسية عادلة وضمانات حقيقية للشعب السوري. سوريا الديمقراطية وقت اللي تم تحريرها، وبالنسبة للنظام، بالنسبة للروس كمان، بالنسبة للفصائل كمان. لذلك أهالي الطبقة كمان عندهم جانب، يعني لازم يفهموا هذا الوضع لوين متجه. يعني طبعا وضعنا يعني بغض النظر إذا أخذنا الجانب الإعلامي اللي بيركز كثير، اللي صاير مثل حرب نفسية، يعني عم بيديروا الحروب من خلال الإعلام، إدارة ذاتية بجميع مجالسها المدنية والإدارات الذاتية، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية. كمان نحاول نواجه السياسات والاستراتيجيات اللي بتستهدفنا باستراتيجيات قادرة على ردع هذا الوضع. يعني هن أعلنوا أنه روسيا والصين هم العدو الأساسي بالنسبة لهم. مواجهة روسيا، إلى روسيا بالحرب الأوكرانية، استنزاف روسيا ضمن هذه الحرب لتحويل روسيا من قوة كبيرة إلى قوة إقليمية. يعني القوى الثانية وقمة جدة اللي سووا فيها إمكانية انهيار الكثير من الأنظمة اللي كانت موجودة. الثورة في شمال شرق سوريا أعتقد انتهوا في شمال وشرق سوريا، وخاصة مع مقاومة كوباني. إذن ضمن الصراع أنت بدك ترسم سياسات، استراتيجيات، كيفية إدارة الأزمة، كيفية الاستفادة من هذول التناقضات. أحوج ما نكون إلى تكنوقراط حقيقي يقف إلى جانب قيادة مسد في تكليل هذا النجاح لمثل هذه الإدارات. فنحن معنيين كإدارات أن نبحث في شمال شرق سوريا عن تكنوقراط يمكن أن ينهض بهذه الإدارات. حاليا بعد فشل الأتراك في تحقيق هجوم بري، هل من الممكن أن تركيا نتيجة الضغوطات الأمريكية، باعتبار أن تركيا هي حليفة لأمريكا في المنطقة، الحقيقة نتيجة السياسة اللي قامت فيها مجلس سوريا الديمقراطي وقسم في مواجهة الإرهاب والإدارة الذاتية، منعت الأتراك من تحقيق حلم بالاجتياح لهذه المناطق. كانت تنجح بالبروباغندا الإعلامية التي تعمل عليها وأهلنا، وأحيانا نحن كثير يعني بنطول لنلتقى مع بعض، وهذا واجب علينا.